أتينا من أنحاء المغرب كافة، بعضهن ضحايا حالات اغتصاب أو سفاح القربة، وأخريات هجرهن الشريك أو تخلت عنهن عائلتهن، ولكن جميعهن حوامل ووحيدات يبحثن عن ملجأ في جمعية الدار البيضاء لحماية الطفولة، وتقريبا كل واحدة منهن حاولت الإجهاض. لم أخبر أحدا أن أحدهم قام باغتصابي، كنت خائفة من أن يقتلني أهلي، حاولت أن أجهض وشربت مزيجا سبب لي المرض، وعندما علم أهلي طلبوا مني الخروج من المنزل. بعيدا من معاملتهن كضحايا، تتعرض هؤلاء النساء للوم، فللقانون المغربي نظرة قاتمة إلى الجنس خارج الزواج، والإجهاض بالتالي غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن أكثر من 2 سنين، والنتيجة بحسب هذا الطبيب النسائي 800 حالة إجهاض كل عام. في هذا المستشفى نواجه حالات نزف حاد أو التهابات قوية أو تمزق في الأرحام أو التسمم لأن إحداهن ابتلعت شيئا. حان الوقت كي نغير القانون، يجب أن يكون القانون أقل تشددا. الهدف الرئيس هو إضفاء الشرعية على الإجهاض في حالة الاغتصاب أو سفاح القربة أو الأمراض العقلية أو العيوب الخلقية، والعديد يؤمنون بأن هذه القضية تمس كل المجتمع المغربي. هذا يحصل لدى جميع الشرائح والمستويات في المجتمع، ليس فقط لدى بنات عامة الناس. هذه المرأة الفقيرة لا إمكانية لها لتجهض، ومن شأن تشريع كهذا أن ينقذ طبقة من المجتمع غارقة في العوز والفقر، وتنجب جراء ذلك المزيد من الأطفال للعوز والفقر أيضا. العديد من أطفال هؤلاء الأمهات العازبات ينتهي بهم الأمر إلى دور الأيتام أو الشارع بعدما هجرتهم نساء اتشحن بالعار والضيق، ويأمل الناشطون الاجتماعيون أن يأتي يوم ويكون كل مولود مرحب به فيحمل معه بدل المأساة الفرح. ليس من حق هذا المستشفى كما باقي مستشفيات المغرب القيام بعمليات إجهاض خارج ما يسمى بالإجهاض التلقائي، وذاك الممارس لإنقاذ حياة الأم، فالقانون يعاقب على الإجهاض بعقوبات حبسية تصل ل2 سنين. لكن واقع الحال مختلف تماما، إذ يتحدث المختصون عن أرقام مخيفة لعمليات إجهاض يشهدها المغرب يوميا. الإجهاض السري موجود كثيرا في المغرب، لأن أظن بأن هناك 600-800 حالة في المغرب اللي تتعمل إما على طريق طبي أم على طريق غير طبي، وهذا الإجهاض عنده مضاعفات كثيرة ربما تقدر تؤدي إلى الوفاة. مضاعفات كثيرة لعمليات تتم في الغالب في ظل شروط غير سليمة، فتكون النتيجة كارثية، كما حصل الأمر مع هذه السيدة التي أجرت عملية جراحية ثالثة علها تتمكن من الإنجاب لكن دون جدوى، فما حصل لها منذ سنوات لا زالت تداعياته مستمرة على صحتها. حملت وبلا خبر دارنا بلا خبر حتى شي حد، وكان اللجوء ديالي مشيت عند الطبيب طلب لي الثمن باهظ، ومشيت لعند هذوك اللي العيالات اللي كيصايبوا متعيني ودرتو. منين جيت باش نقلب، منين تزوجت وجيت باش نصايب على الولاد ما جابش ربي. الحكومة المغربية وجهت بضغوط شديدة من منظمات غير حكومية تعتبر السماح بالإجهاض في حالات معينة حلا للكثير من المشاكل الاجتماعية، فما كان منها إلا أن قدمت مؤخرا مشروع قانون يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوه الخلقي للجنين. العديد من الحالات ديال الفتيات اللي هما يعني حاملات نتيجة اغتصاب، نتيجة زنا المحارم، أو نساء اللي عندهم يعني جنين اللي هو متشوه بطريقة قوية، أو كذلك بعض الحالات القصوى اللي هي كيصعب على الإنسان أنه يبقى بواحد القانون كما هو عندنا الآن، اللي هو قانون يمكننا نقولوا على أنه ما كيستجبش أبدا مع الضرورة ديال المشاكل اللي هي مطروحة حاليا.
بين الإعلان عن مشروع قانون يسمح بالإجهاض في المغرب والمصادقة عليه من طرف البرلمان مسافة قد تشهد صراعا محتدا بين من يؤيدون الإجهاض في حالات معينة ومن يرفضونه بشكل كلي.